علمت الجريدة من مصدر خاص أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة تخوضان تجربة التمثيل لأول مرة في مسارهما الفني من خلال شريط سينمائي طويل شرع في تصويره قبل أيام قليلة بمدينة أكادير. وأبرز مصدر أن دنيا بطمة تطل كبطلة للشريط من خلال تجسيد دور شابة ابنة حي شعبي تصبح نجمة مشهورة بفضل صوتها الجميل وموهبتها في الغناء، متخطية كل الأزمات والمشاكل التي عاشتها، وتعيش قصة حب في قالب اجتماعي يحمل بين طياته رسائل إنسانية. وتابع المصدر ذاته أن الفيلم تشرف على إخراجه ضمن بنعيلات ويحمل عنوان البوز، وهو عبارة عن إنتاج ذاتي ضخم سيعرف مشاركة نجمي الدراما التركية مارت ألتشين ومراد دانجي المعروفين في المغرب بلقبي كمال وفريد، حيث يرتقب أن يزور مدينة أكادير في الأيام القليلة القادمة من أجل تصوير مشاهدهما. وحسب المصدر فإن هذا الشريط السينمائي يعرف مشاركة وازنة لألمع الممثلين المغاربة، من بينهم فضيلة بن موسى، نعيمة بوحمالة، حماقة، رفيق بوبكر، عصام وشمة، بشرى أهريش، مراد العشابي، عبد الله فركوس وآخرون. ويجري حاليا تصوير المشاهد العمل بمدينة أكادير ونواحيها، كما يرتقب أن تصوير بعض المشاهد الأخرى بتركيا، وسيتم اختتام التصوير بمدينة الدار البيضاء، وتحديدا من خلال برنامج رشيد شو باستديو القناة الثانية